حبايبنا طلبة تانية ثانوي، يلا بينا يا صاحبي نبدأ مع بعض الدرس التاني في المعاصر وهو درس الانرجي. زي ما اتفقت معاك ان احنا كل اسبوع بننزل ايه؟ كل اسبوع اول حاجة بننزل لحضرتك التقييمات الاسبوعية، وبننزل لحضرتك درس المعاصر اللي احنا اوريدي بناخده مع بعض في الزوم. خلاص؟ تعالى يلا كده نبدأ على طول درس الانرجي ونشوف احنا عايزين نقول فيه. درس اصلا الانرجي كان بيتكلم على ايه؟ كان بيتكلم على البوتنشال انرجي اللي هي بتساوي هاف ام في سكوير. كان بيتكلم على اللي انا قلته ده، لا نشطب ده كله. البوتنشال انرجي اللي هي بتساوي ام جي اتش، والكاينيتيك انرجي اللي هي بتساوي هاف ام في سكوير بالمنظر ده كده. تمام، دي كده طاقه الحركه، دي كده طاقه الوضع، الكاينيتيك انرجي والبوتنشال انرجي. واتفقت مع حضرتك ان هما الاثنين لازم يكونوا بيساووا الورك. في مشاكل؟ فلو قال لك احسب الورك في سؤال من الامتحان، لقيت حضرتك مش معاك الفورس والديستانس بس معاك الماس والفيلوسيتي، عادي روح احسب الكاينيتيك انرجي وسويها بالورك على طول. تمام؟ يعني مش دايما الورك عشان اجيبه لازم يكون معايا الفورس في الديستانس، لا ممكن احسب الكاينيتيك انرجي واسويها بالورك. حلو قوي الكلام ده. الفيلوسيتي دي يا جماعه، الفيلوسيتي دي يا جماعه بتتقاس بالمتر على سكند. طيب هو هيجيبها لك ايه؟ ساعات ممكن يلعب في الحته دي بيجي لك كيلومتر بالاور. فانا عشان احولها من كيلومتر لمتر هضرب في 1000، من اور لسكند. الاول هحول من اور لمينت يعني 60، ومن مينت لسكند يعني 60 ثانيه. دي كلها كده بكام يا جماعه؟ ب5 على 18. فلو جه قال لك حول لي من كيلو متر بير اور لمتر بير سكند هنضرب في كام؟ هنضرب في 5 على 18. بس بفهمك جت منين قبل ما نبدا الايه؟ الحل بتاعنا. طيب يلا بينا نبدا مع بعض. اول سؤال، عايز الدايمنشنال فورمولا بتاعت الانرجي. يا حبيب قلبي حبيب قلبي، مش الورك هو الانرجي؟ يبقى لازم الدايمنشنال فورمولا واليونت بتاعت الورك تبقى هي نفس الدايمنشنال فورمولا واليونت بتاعت الانرجي. يبقى الاجابه تشويس بي. طيب انا ما فهمتش دي، انا ممكن اجيبها من القانون عادي جدا. نجيب مثلا نبدا بايه؟ بالكاينيتيك انرجي مثلا. يلا الكاينيتيك انرجي هي بتساوي هاف ام في سكوير. الهاف كده كده ملهاش يونت. الماس اليونت بتاعها ايه؟ كيلو جرام. طب الفيلوسيتي اليونت بتاعتها ايه؟ متر سكوير على سكند سكوير. ليه؟ يعني المفروض متر على سكند، بس عشان انت حاطط باور 2 على الفيلوسيتي يبقى متر باور 2 على سكند باور 2. طيب هطلع السكند سكوير دي فوق فتبقى كيلو جرام متر سكوير السكند نيجاتيف ايه؟ 2. تمام. عايز بكتبها على شكل دايمنشنال فورمولا، بشيل كل كيلو جرام واحط ام، اكيد اشيل كل متر واحط ال، اشيل كل اس واحط تي. يبقى هنا الكيلو جرام يتشال يتحط ام، المتر يتشال يتحط ال سكوير، السكند يتشال يتحط تي، وعليها برده نيجاتيف ايه؟ 2. يبقى الاجابه تشويس يا جماعه، تشويس بي. طيب هنا a car of mass 2000 travel with speed 60 كم بير اور، عايز يعرف الكاينيتيك انرجي بكام؟ يبقى الكاينيتيك انرجي بتساوي هاف الماس ب 2000. طب الفيلوسيتي افتح براكت بقى، 60 في 5 على 18 لان انا مش بشتغل بالكيلومتر بالاور. قول ايه يا جماعه؟ قول باور 2 لان القانون هاف ام في سكوير. تطلع الاجابه عند حضرتك تطلع الاجابه تشويس ايه يا جماعه؟ تشويس سي. سؤال 3 in the opposite figure 4 blocks A B C D، كل واحد مديك الماس بتاعهم 10 و5 و3 1. if the 4 block have the same speed، مين في دول يبقى عنده اعلى كاينيتيك انرجي؟ حبيب قلبي مش الكاينيتيك انرجي بتساوي هاف ام في سكوير؟ معنى كده ان اللي عنده اعلى سبيد هيكون عنده اعلى كاينيتيك انرجي. طيب هو عنده، واللي عنده اعلى ماس هيكون عنده اعلى كاينيتيك انرجي. هو قال لك كلهم عندهم نفس السبيد، فخلاص فكك من السبيد خالص. يبقى كده اللي عنده اعلى ماس هيكون عنده اعلى كاينيتيك انرجي. هو فعلا بيسالك مين في دول عنده اعلى كاينيتيك انرجي؟ اللي عنده اعلى ماس، يعني الاجابه ايه. if 4 block have the same kinetic energy، ماشي عندهم نفس الكاينيتيك انرجي، بيسالك مين في دول هيبقى عنده اعلى سبيد. يبقى هو كده بقى عايز يقارن ما بين الماس والسبيد. في الاولانيه ثبت لك السرعه يبقى بيقارن ما بين الماس والكاينيتيك انرجي. في الثانيه ثبت لك الكاينيتيك انرجي يبقى بيقارن ما بين الماس والايه؟ والفيلوسيتي. طب الماس والفيلوسيتي دايركت ولا انفرس؟ انا ما اقدرش احدد دايركت ولا انفرس يا جماعه غير لو كل حاجه في ناحيه. ولكن هنا لو بصيت هتلاقي الماس والفيلوسيتي هما الاثنين في ناحيه واحده. هتعمل ايه؟ هتودي حد منهم بالديفايدد. فانا هودي الماس هناك بالديفايدد، يعني كاينيتيك انرجي على ماس بيساوي هاف فيلوسيتي سكوير. كده الماس والفيلوسيتي كل واحده فيهم في ناحيه لوحدها. يبقى لو جيت اشتغل هلاقي فعلا ان هما كده كل واحده فيهم في ناحيه لوحدها، هما الاثنين مش على نفس الخط، صح؟ يبقى هما كده انفرس لايه؟ انفرس لبعض. يبقى لو انت بتسالني عند اللي عنده اعلى سبيد لازم يكون عنده اقل ايه؟ اقل ماس. يعني الاجابه 1 كيلو جرام، يعني بلوك دي. حلو.
تعال نروح لسؤال 4. بيديك هنا الماس والفيلوسيتي بتاعه كل عربيه منهم، وبيقول لك احسب لي الكاينيتيك انرجي او رتبهم لي. طيب واحده واحده بالعقل كده، تعال نبدا بي وسي. بي وسي الاثنين عندهم نفس الماس، بس الفيلوسيتي بتاعت سي اعلى، يبقى اكيد الكاينيتيك انرجي بتاع سي لازم يكون اعلى من ايه؟ بالمنظر ده كده، اسف اعلى من بي بالمنظر ده كده. في مشاكل؟ تمام. طيب بالنسبه لايه بقى؟ ايه عندها اعلى ماس فيهم 10000 كيلو، واعلى فيلوسيتي فيهم، يعني او مش اعلى، هي متساويه مع سي، بس انت برضه لو جيت تقارن ما بين ايه وسي الفيلوسيتي هي بس الماس اعلى، يبقى اكيد ايه هيكون اكسلريشن بتاعها اكتر، فتبقى الاجابه تشويس ايه. تمام. طيب ممكن واحد تاني يعمل لي ايه؟ يروح يحسب الكاينيتيك انرجي بتاعت ايه؟ هاف ام في سكوير، معاك الماس والفيلوسيتي، يروح يحسب بتاعت بي هاف ام في سكوير، يروح يحسب بتاعت سي هاف ام في سكوير، قارنهم ببعض. ماشي. هنا a runner of mass 72 كيلو جرام has the same kinetic energy as a car of mass 1200 كيلو جرام that move at speed 9. يبقى لازم السبيد بتاع الرانر يساوي كام؟ هو قال لك ان الاثنين عندهم نفس الكاينيتيك انرجي، يبقى هتيجي هنا تقول ان كاينيتيك انرجي الرانر بيساوي كاينيتيك انرجي الكار هاف ام في سكوير بيساوي هاف ام في سكوير. تمام. طيب الهاف تروح مع الهاف، يبقى الماس بتاعت الرانر اللي هي 72 في الفيلوسيتي بتاعت الرانر اللي انا عايز اعرفها فاحطها باكس بيساوي الماس بتاعت الكار اللي هي 1200 في الفيلوسيتي بتاعت الكار اللي هي 9 سكوير. ماشي. هيطلع لك الفيلوسيتي بتاعت الرانر، بس الفيلوسيتي بتاعت الرانر لو طلعت لي دلوقتي هتطلع لي بالكيلومتر بالاور. ليه؟ لان الناحيه الثانيه انت مستخدم فيلوسيتي بايه؟ بكيلومتر بالاور. طب انت الاختيارات عندك بمتر بير سكند، يبقى انا هقول ايه؟ ال9 دي هروح ضاربها في 5 على 18 هول سكوير. بس كده بقى لو طلعت الفيلوسيتي بتاعت الرانر هتطلع لي بالمتر بير سكند، هي هتطلع بنفس اليونت اللي انت مسويها بيها. ماشي. تطلع ايه يا جماعه مع بعض؟ تطلع الاجابه، نعمل شيفت سولف تحمل، تطلع 10.206. يعني الاجابه تشويس ايه يا جماعه؟ تشويس دي. طيب هنا ده جراف ما بين الفيلوسيتي سكوير والماس، اظن والماس ايوه، وعايزك تحسب الكاينيتيك انرجي. طب ما الكاينيتيك انرجي بتساوي هاف ام في سكوير، يبقى هاف في الماس، خد اي نقطه، ناخد مثلا النقطه دي، الماس بكام؟ ب3. الفيلوسيتي سكوير هو مدالك كلها بكام؟ اهي ب6. تمام. تطلع الاجابه 9 جول. طيب هو قال لك معلش، هو قال لك ايه؟ الريسوبريكال بتاع الماس، يعني دي 1 على ماس، يعني ال3 دي 1 على ماس، يبقى انت لما تيجي تعوض بالماس هتعوض 1 على ال3 مش 3. بس انا كنت شايف وانا ايه، عشان بتاع متصوره فيها مشكله يعني. تطلع الاجابه 1 جول. في مشاكل؟ ماشي. تعالى هنا، هنا ده سؤال جميل. لو خدت بالك ده يا جماعه جراف في هنا تايم، ماشي. طيب لو خدت بالك هتلاقي هنا الفيلوسيتي ثابته. في مشاكل؟ يبقى كده الفيلوسيتي طول عمرها بتساوي 2، يعني مهما الوقت عدى الفيلوسيتي طول عمرها ثابته بتساوي 2. طيب مش الكاينيتيك انرجي بتساوي هاف ام في سكوير؟ الماس طول عمرها ثابته اللي هو بتاع البادي اللي هو 2 كيلو جرام، والفيلوسيتي طول عمرها بكام؟ طول عمرها ب2، ما بتتغيرش ولا بتزيد ولا بتقل، يبقى لازم الكاينيتيك انرجي هي كمان تفضل ثابته. تمام. ولكن لو كان رسم لك نفس الجراف ده وعمل لك كده، لا كده الفيلوسيتي بتتغير يبقى الكاينيتيك انرجي بتتغير، ولكن الجراف اللي هو حاطه لك ده الفيلوسيتي ما بتتغيرش يبقى الكاينيتيك انرجي ما بتتغيرش، يبقى انا هستبعد دي واستبعد دي لان هم ما بيتغيروش. تمام. طيب دي ولا ايه؟ تعالى بقى نحسب الكاينيتيك انرجي. الكاينيتيك انرجي هتبقى بتساوي هاف الماس اللي هو 2 في الفيلوسيتي اللي هي 2 سكوير، ده يدي لحضرتك كام؟ ده يدي لحضرتك 4. يعني الاجابه تشويس كام يا جماعه؟ الاجابه تشويس ايه؟ تمام. نبقى فهمنا امتى اختار الكاينيتيك انرجي ثابته لو كان الفيلوسيتي ثابته، امتى اختار الكاينيتيك انرجي بتزيد لو كانت الفيلوسيتي بتزيد. حلو قوي. سؤال 8
بيقول لك هنا the opposite graph represents the relation between the kinetic energy of a body of mass m and the square of its velocity. بالمنظر ده كده. عايز يعرف الماس بكام. طب يا جماعه مش هي الكاينيتيك انرجي بتساوي هاف ام في سكوير؟ مش السلوب عباره عن تقسم الواي على اكس، يعني كاينيتيك انرجي على في سكوير. طب انت لو قسمت كاينيتيك انرجي على في سكوير اللي هي السلوب ده بيساوي هاف في الماس بس، خلاص ما انت وديت الفيلوسيتي سكوير الناحيه الثانيه. حلو قوي. تعرف الاسلوب بكام؟ الاسلوب بتان سيتا اللي هو تان 45 بيساوي هاف في الماس. كده شفت سولف تعرف تطلع الايه؟ كده شفت سولف تعرف تطلع الماس بكام؟ يطلع الماس عندك ب 2 كيلو جرام. جميل لحد دلوقتي. تعالى سؤال 9. A car of mass 3 multiply 10 power 3 كيلوجرام was traveling with a velocity 16. When it hit a tree, if the tree didn't move and the car stopped as in the opposite figure. تعرف تحسب الكينيتيك انرجي؟ هحسب الكينيتيك انرجي عادي يعني. طيب اول حاجه بيقول لك انت عايز تحسب ايه؟ اللي تشينج في الكينيتيك انرجي. طب ليه طلب اللي تشينج في الكينيتيك انرجي؟ لان هو كان بيتحرك، يعني الفي انيشال بتاعته برقم، بس بعديها لما خبط في الشجره العربيه وقفت، فالفي فاينل بكام؟ بزيرو. حلو. يبقى انا لو جيت احسب الكينيتيك انرجي هقول هي هاف ام وافتح براكت في فاينل ماينس في انيشال اول سكوير. متفقين؟ طيب يعني هقول ان الكينيتيك انرجي بتساوي هاف الماس عندي بكام؟ الماس عندي ب 3 ملتبلاي 10 باور 3 ملتبلاي الفي فاينل بكام؟ بزيرو. الفي انيشال بكام؟ ب 16 اول سكوير. تطلع الاجابه كام؟ تطلع الاجابه عند حضرتك معلش هو تطلع 3 8 4 0 0 0، بس هتختارها بالايه بقى؟ هتختارها بالنيجاتيف. ليه اختارها بالنيجاتيف؟ عشان حضرتك انت في الاول كنت بتتحرك، يعني الكاينيتيك انرجي بتاعتك المفروض تبقى هاف في الماس في الفيلوسيتي اللي هي 16، فتديك 3.84 16 سكوير طبعا في 10 باور 5. بعد كده دي الكاينيتيك انرجي الاولانيه. الكاينيتيك انرجي الثانيه هي هاف ام في سكوير، الفي بزيرو بقى عشان انت وقفت. فلما تيجي تجيب التشينج هتعمل كاينيتيك انرجي 2 اللي هي بزيرو ماينس كاينيتيك انرجي 1 اللي هي 3.84 ملتبلاي 10 باور 5 هيطلع لك بالنيجاتيف. هو بالعقل حتى الكاينيتيك انرجي كانت برقم، بعد كده بقى بزيرو، بعد كده الكاينيتيك انرجي مالها؟ قلت، يبقى تختارها بالنيجاتيف. طيب بالنسبه للورك دان الاجابه طبعا زيرو على طول. ليه؟ لان احنا متفقين لما يبقى عندك ورك لازم يكون عندك فورس، لازم يكون عندك ديستانس. هل الشجره اتحركت؟ لا، قال لك التري didn't move، يعني الشجره ما اتحركتش. يعني ادام الشجره ما اتحركتش يعني المسافه بزيرو، يبقى الفورس بكام؟ يبقى الفورس بزيرو. حلو قوي. تعالوا ندخل على سؤال 10 او لسه في the magnitude of the average force that acted on the front car crashing it inward by 50. طيب مش انت لسه مطلع الكاينيتيك انرجي؟ مش فاكر الكاينيتيك انرجي هي الورك، يعني 3.84 في 10 باور 5 ده بيساوي فورس في المسافه اللي هي 50 في 10 نيجاتيف 2. كده تعرف تطلع الفورس ولا لا؟ اعرف اطلع الفورس عادي. تطلع الإجابة تشويس سي. 10 a body of mass 25 كيلو جرام had work 1800. حلو قوي. خد بالك ان الورك ده عايز السبيد بكام؟ طيب مش انا قلت لك ان الورك هو الكاينيتيك انرجي؟ يعني بيقول لك الورك ب 1800، ينفع اقول ان الكاينيتيك انرجي هي كمان ب 1800؟ محدش يتضايق. يبقى الكاينيتيك انرجي بتساوي 1800، ده بيساوي هاف ام في سكوير. ادي هاف ام في سكوير. شيفت سولف تطلع الايه؟ الفي بكام؟ تطلع الاجابه 12. هنا عايز يعرف التشينج بتاع الكاينيتيك انرجي. يا جماعه هل هو مديك مثلا هنا فيلوسيتي؟ لا. فهل يحق ليك انك تقول الكاينيتيك انرجي هاف ام في سكوير؟ مش هيكون معاك الجيفن الكفايه اللي يخليك تعوض بالكلام ده. فهتعمل ايه؟ بدل ما تحسب الكاينيتيك انرجي، لا احسب الورك، والورك هو الايه؟ الكاينيتيك انرجي. طب احسب الورك ازاي؟ بالنسبه للفورس هو ديسبيسمنت 4. انت كده كده سيبك من دي وسيبك من دي، ان انا دايما بتحرك الفورس تكون في اتجاه الديسبيسمنت. فالديسبيسمنت 4 يعني راح كده 4. طيب بالنسبة للفورس هتعمل 7 ناقص 1 يديك 6، بس 6 في 4 يديك كام؟ 6 في 4 يديك 24 جول. هنا
الكاينيتيك انرجي اوف اوبجكت از 4 جول. عايز يعرف لو السبيد دبل الكاينيتيك انرجي يحصل لها ايه. طيب واحده واحده. الفيلوسيتي لو دبلت خد بالك ان هي عليها سكوير، فالفيلوسيتي لو دبلت وهي عليها سكوير يعني اكن الترم ده كله زاد كام مره؟ زاد 4 مرات. ادام الترم ده كله زاد 4 مرات تبقى الكاينيتيك انرجي هي كمان تزيد كام مره؟ تزيد 4 مرات. حلو قوي. مش الكاينيتيك انرجي 4؟ هيزيد 4 مرات، فهيبقى بكام؟ تعمل 4 في 4 يديك 16 جول. سؤال 13. عايز الكاينيتيك انرجي بتاعت الكار على الكاينيتيك انرجي بتاعت الموتور سايكل. عايزك تكتب القانون على شكل ريشيو. من الترم الاول عارفين ان مثلا ازاي تكتب القانون على شكل ريشيو؟ 1 على 2 1 على 2. هنا الكاينيتيك انرجي بتاعت الكار على الموتور سايكل يبقى بتساوي هاف على هاف، يروحوا مع بعض عشان هي نفس الحاجه. يبقى ماس الكار على ماس الموتور سايكل ملتبلاي فيلوسيتي الكار على فيلوسيتي الموتور سايكل. قول كام يا جماعه؟ قول باور 2. حلو قوي. ماس الكار قال لك اكار اوف ماس ام اهي. ماس الموتور سايكل قال لك ام على 4. ماشي. فيلوسيتي الكار بفي، فيلوسيتي الموتور سايكل 2 في. واوعى تنسى ان ده كله قول ايه يا جماعه؟ قول سكوير. دي تروح مع دي ودي تروح مع دي. هنا 1 ديفايدد 1 اوفر 4، فتحت اللي تحت يطلع فوق يبقى 4 ملتبلاي 1 اوفر 2 سكوير. على الكالكليتر ده يديك كام؟ ده يديك 1 تو 1، يعني الاجابه تشويس بي. طيب سؤال 14 بيقول لك تو اوبجكت ار موفينج لو الماس بتاع الاولاني دبل الماس الثاني. يعني ماس الاولاني بيساوي 2 ماس الثاني بالمنظر ده كده. and the speed of the first is half that of the second، يعني سبيد الاولاني بيساوي نص سبيد الثاني. تمام. عايز اعرف الكاينيتيك انرجي بتاعت الاولاني قد ايه من الثاني. عايزك تكتبها على شكل ريشيو لسه عاملها فوق. كاينيتيك انرجي 1 على كاينيتيك انرجي 2 بتساوي ماس الاولاني اللي هو ام 1 هشيله واحط كام؟ 2 ام 2 على ماس الثاني، فلاقي دي راحت مع دي ملتبلاي فيلوسيتي الاولاني هشيلها واحط كام؟ نص فيلوسيتي الثاني. تمام. والفيلوسيتي الثانيه تنزل زي ما هي. فيها مشاكل؟ قول ايه يا جماعه؟ قول سكوير. فلاقي دي راحت مع دي. كده تعرف تحسب بكام؟ عادي جدا. تطلع الاجابه نص. تمام. تعالى لسؤال 15. يقول لك ايه في سؤال 15؟ يقول لك ان اوتوماتيك ماشين جان فاير 600 بوليت بير مينيت، يعني هو بيضرب 600 طلقه في الدقيقه. طيب انا مش بشتغل بالمينيت، فبالتالي انا عايز اعرف هو بيضرب كام طلقه في الثانيه. فهقسم 600 بوليت دي بير مينيت يعني بير 60. 600 على 60 ده يدي لحضرتك كام؟ 10. يبقى انا كده بضرب 10 بوليتس بير سكند. تمام. بيقول لك if the mass of one bullet ب 8 جرام. طب انت عندك كام بوليت؟ عندي اتس سبيد، ثواني، عندي اتس سبيد 700 متر بير سكند. عايز اعرف التوتال كاينيتيك انرجي بير سكند. يبقى انا عايز اعرف انا بضرب كام بوليت في الثانيه. كام بوليت في الثانيه؟ انت بتضرب 10 بوليتس في الثانيه. حلو قوي. الماس بتاعت الواحده ب 8 كيلو جرام. تعرف بقى كده تجيب لي الماس بتاعتهم بكام؟ 8 في 10 اللي هي تديني كام؟ اللي هي تديني 80. بس ايه 80 جرام؟ هل انا بشتغل بالجرام؟ لا، فهضرب في 10 نيجاتيف 3 يعني 0.08 كيلو جرام. كده انا جبت الماس. بس هي دي كانت تركات المساله كلها. طيب يبقى هاف في الماس اللي هو 0.08 في 700 سكوير ده يديني تشويس بي. صعبه؟ مش هنا. سؤال 16 a bullet of mass 10 جرام. ماشي، يبقى انا كده هحولها. طيب was fired with speed 600 يعني ضربت بسرعه 600 toward a rubber barrier of thickness 8. لو البوليت دخلت البارير ده وخرجت منه بسبيد 400. طب خلينا الاول بس ارسم لك المساله عشان تفهم اصلا هو عايز يقول لك ايه. انا عندي رصاصه بالمنظر ده كده اتضربت ودخلت جوه حاجز بارير بالمنظر ده. الحاجز ده السيكنس بتاعه كام؟ السيكنس بتاعه 8. طلعت منه الرصاصه بالمنظر ده، اخترقته عادي جدا ما وقفتش. حلو قوي.
هنا كانت ماشيه ب 600، بس طبعا لما انا اخترقته اكيد خد من سرعتي شويه بسبب وجود الريزيستنس، يعني الفيلوسيتي بقت كام؟ بقت 400. حلو. هو عايز يحسب اولا الورك دان باي ذا ريزيستنس. طيب واحده واحده، مش انا متفق معاك، هل انت بذمتك هنا معاك فورس وديستنس؟ لا، معاك الديستنس بس مش معاك الفورس، فمش هتعرف تحسبها بقانون فورس في ديستنس. بس انا قايل لك ان الورك بيساوي ايه؟ بيساوي الكاينيتيك انرجي. طب مستر انا هنا عندي مشكله هتواجهني، ايه هي؟ انا عندي هنا كاينيتيك انرجي وعندي هنا كاينيتيك انرجي ثانيه. حضرتك يبقى هتجيب الماينس بتاعهم، التشينج بتاعهم. يعني انت الورك بيساوي الكاينيتيك انرجي، طب لو عندك اكتر من كاينيتيك انرجي يبقى التشينج بتاعها. الورك بيساوي البوتنشال انرجي، عندك اكتر من بوتنشال انرجي يبقى التشينج بتاعها. يعني الورك هنا بيساوي التشينج بتاع الكاينيتيك انرجي. يعني هاف الماس ب 10 في فاينل سكوير ماينس في انيشال سكوير، بالمنظر ده كده يطلع لك الاجابه نيجاتيف 1000 جول. وطبعا انا كده كده باين عليها هتطلع بالنيجاتيف لان انا سرعتي قلت، كنت 600 بقت 400. حلو. بس اسالك بقى على الفورس المره دي. لا كده خلاص، كده انت معاك ورك وديستانس، تعرف تجيب الفورس. الورك بنيجاتيف 1000، الفورس اللي انا عايز اعرفها، الديستانس قال لي ان انا اتحركت كام؟ 8 سم، يعني 8 في 10 نيجاتيف ايه؟ 2. شيفت سولف تطلع لك الفورس بكام؟ تطلع لك الاجابه تشويس دي. خلينا نتاكد بس منها. ماشي. تعال نخش على سؤال 17. ذا ستورد انرجي ان كومبريسد سبرينج. يا جماعه لما يكون عندي سبرينج واضغطه كده حضرتك انت بتخزن فيه طاقه اسمها الاستيك بوتنشال انرجي. انت هنا في ذلك دي نوع من ايه؟ نوع من البوتنشال انرجي اللي هو البلاستيك، اللي هو الالاستيك بوتنشال انرجي. طيب هنا عايز يعرف ان اساليت اوف ويت 700 has climbed the mountain to height 200 above the ground so the minimum work done by the athlete against gravity to reach that height. ما دام سألك على الورك احسب البوتنشال انرجي، والبوتنشال انرجي هي الورك والله العظيم. يبقى البوتنشال انرجي بتساوي ام جي. طب ما ام جي دي اللي هي الويت صح؟ يعني هو القانون ام جي اتش، ما هي ام جي دي كلها اللي هي ايه؟ اللي هي الويت. يعني 700 في الاتش اللي هي 200 بالمنظر ده كده تطلع الاجابه تشويس دي. هنا عايز اعرف البوتنشال انرجي. يا جماعه ده كده الجراوند، الكتاب ده فوق سطح الارض بقد ايه؟ بنص، يعني الاتش بنص. يبقى لما تيجي تحسب البوتنشال انرجي، الماس في الجي في نص، ده يدي لحضرتك 9.8. ماشي. حد عنده اي مشكله؟ طيب تعالى نروح لسؤال 20. A body has a potential energy 980. طيب اتهايت 5 عايز يعرف من اتهايت 5 من الجراوند عايز يعرف الماس بكام. طيب ما هي البوتنشال انرجي بتساوي ام جي اتش، ادي الام والجي بتاعتي ب 9.8 والاتش ب 5، كده تعرف تطلع الماس بكام. تطلع الاجابه 20. هنا عايز احسب البوتنشال انرجي، او هو قال لك عايز احسب الورك، بس انا عارف ان الورك هو ايه؟ البوتنشال انرجي. طب ما هي القطعه الحديده دي ارتفعت عن الارض مسافه كام؟ مسافه 2، يعني الاتش ب 2. يبقى البوتنشال انرجي ام جي اتش، يعني 100 في الجي اللي هي 10 في الاتش اللي هي 2، تطلع 2000 جول. البوتنشال انرجي سهله قوي ما فيهاش اي مشكله. هنا امان went to his apartment twice، يعني عندك راجل طلع الشقه اللي هو ساكن فيها مرتين. مره بان هو استخدم السلم، ومره تانية ان هو استخدم الاسانسير. عايز يعرف البوتنشال انرجي يقارنهم ببعض. صلى على النبي. لو ده الاسانسير هفتح الباب واركب الاسانسير عشان اوصل للبيت بتاعي، تمام؟ فالمسافه اتش، في مشاكل؟ طيب لو انا ادي السلم انا اهو وبيتي اهو، انا عايز اسال سؤال. هي البوتنشال انرجي بتساوي ام جي اتش، الاتش دي ايه معلش؟ الاتش دي مالهاش علاقه حضرتك مشيت ازاي، الاتش دي ليها علاقه المسافه ما بين البيت بتاعك وسطح الارض كان قد ايه. فسواء هنا او هنا كده كده هي واحده، فسواء طلعت لبيتك باستخدام السلم او باستخدام الاسانسير مش هتفرق، هما الاثنين عندهم نفس الاتش، وانت كده كده نفس الشخص، يبقى ام في جي ثابته، يبقى ام جي اتش ثابته، يبقى الاثنين عندهم نفس البوتنشال انرجي. طيب انا هنا عايز اعرف الماس بكام. سؤال عبيط قوي، هاخد مثلا النقطه دي، البوتنشال انرجي 48
الماس هاخده هو عايز اعرفه، الجي ب 9.8، الاتش ب 6، يطلع الماس 0.82 كيلو جرام. يعني الاجابه تشويس ايه؟ تشويس بي. طيب تعالى هنا اخر سؤال، تو بوكسز A اند B، الاولاني بيوزن 40 والتاني وزنه 60، يبقى هو مديك الام جي كلها على بعض بكام؟ Box A is placed on the ground surface while box B is placed at a height of 2 meter above the ground surface. تمام. يبقى كده A ده ما عندوش potential energy لحد اللحظة دي، ولكن B بسبب ان هو فوق مستوى سطح الأرض فهو عنده potential energy. عايز يعرف so the height at which box A should be lifted to have the same potential energy. البوكس A ده المفروض احطه على ارتفاع كام عشان يبقى عنده نفس البوتنشال انرجي؟ يعني انت عايز البوتنشال انرجي بتاعت A تكون هي نفس البوتنشال انرجي بتاعت B. البوتنشال ديف انرجي بتاعت A تبقى ام جي اتش بتاع A، هنا هيبقى ام جي اتش بتاع B. طب ما هي الام جي بتاعت A ب 40، الاتش بتاع A ده اللي انت عايز تعرفه بيساوي الام جي بتاع ده ب 60. طيب الاتش بكام؟ الاتش ب 2، كده تعرف تطلع الاتش ايه بكام؟ تطلع 3 متر. يبقى الاجابه تشويس سي. يبقى انت لازم تحطه على ارتفاع كام؟ على ارتفاع 3. كده نبقى خلصنا الهوم ورك بتاع المعاصر بتاع ليسون 2 اللي هو البوتنشال انرجي والكاينيتيك انرجي. شكرا لكم يا شباب، نشوفكم ان شاء الله باذن الله في ليسون 3 اخر درس ان شاء الله في اليونت بتاعتنا. طيب كده خلصنا يونت 1. انا قلت لك هي كام يونت؟ 4، 1 و 2 و 3 و 4. 1 خلاص هيبقى هنخلصها الاسبوع ده باذن الله بالتقييمات بتاعتها بالمعاصر. 2 دي اتقلهم واصعبهم، هي دي اللي هتاخد مننا وقت، دي لو خلصت خلاص، لان ده ياخد درس وده ياخد درس، فاحنا اصلا شغلنا كله هيبقى فين؟ في 2 دي، ف 2 دي المهم. ماشي، شكرا لكم يا شباب، نشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي. ما تنساش انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان اول لما فيديو التقييم ينزل او فيديو المعاصر ينزل يوصل لك على طول. شكرا لكم. لو حد طبعا عنده اي سؤال رقمي اهو، تقدر تبعت لي ايه على الواتساب. ماشي، طيب شكرا لكم، نشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي. السلام عليكم.